النهاردة هنتكلم عن قديسة جديدة اسمها القديسة إيريني اللي عاشت 103 سنة، وهنعرف تفاصيل حكاية ال3 ثمرات المقدسة اللي بعتهم ليها الرب يسوع. تعال نعرف سيرة قديستنا سوا. اتولدت إيريني في القرن التاسع حوالي سنة 830 في القسطنطينية. كانت من أسرة شريفة جدا بيعود نسبها لسلسلة الأباطرة اللي اتولت عرش القسطنطينية بالتتابع. كان والدها اسمه فيلاريت، كان قائد مغوار في جيش الإمبراطورية البيزنطية، وكان تحت قيادة الإمبراطورة سيئدورا. لكن والدتها لم يذكر التاريخ عنها أي شيء غير إن هي توفت سايبة بنتين صغيرين، إيريني 3 سنين وكالينيكي 6 سنين. وفي الوقت ده عمتهم صوفيا احتضنت البنتين بعد غياب أمهم وغرست فيهم محبة الله والفضيلة. وكانت كالينيكي فتاة حيوية جدا، كانت جميلة جدا جدا، فائقة الجمال والذكاء، فأعجب بيها أخو الإمبراطورة سيئدورا واتجوزها، وانتقلت للقسطنطينية عشان تعيش في البلاط الملكي. أما إيريني الصغيرة كانت عايشة مع عمتها، وكانت بتروح معاها لزيارة المساكين وبتشوف هما محتاجين ايه. كانت دايما بتروح الدير النسائي، دير ال40 شهيدا، وهناك كانت دايما بتقعد مع الأب سيسونيوس صاحب الفضل الكبير عليها في تقدمها الروحي. وفي الوقت ده حبت الإمبراطورة سيئدورا إن هي تجوز ابنها الملك ميخائيل للقديسة إيريني. فوقتها جريت إيريني وراحت زارت الأب سيسونيوس وحكت له على اللي حصل. فراح طلب منها تزور الأب البار إيوانيكيوس اللي اتنبأ بعد كده إن هي هتكون رئيس الدير خريسوفلاندو. وفي الوقت ده تم استدعائها للقسطنطينية، ولما وصلت للمدينة عرفت إن الملك ميخائيل اتجوز من بنت تانية قبل أيام قليلة قوي من وصولها للمدينة. ففرحت جدا القديسة للخبر ده، لأنها عرفت إن إيد ربنا اتدخلت ووعدتها الملكة خير، واديتها صليب غالي جدا من الذهب الخالص، وكان بيحوي جواه على ذخيرة من عود الصليب، ده عربون محبتها ليها. بعد كده دخلت دير رؤساء الملايكة بمنطقة خريسوفلاندو وكرست نفسها لربنا، وكانت نعمة الله بتحميها. وهاجمها الشيطان بأشكال كتيرة جدا، لكن كل ما كان بيهاجمها كانت القديسة بترسم إشارة الصليب وتستنجد بالعذراء ورئيس الملايكة ميخائيل وجبرائيل اللي كانوا شفيع كنيسة الدير. فكان في الحال الشيطان يختفي. وبعد فترة شافت رئيسة الدير إن هي تمنحها الإسكيم الرهباني الملائكي بحضور جميع الراهبات، وكمان حضور الإمبراطورة سيئدورا وابنتها تقلا ووالد القديسة وأختها. وبعد وفاة رئيسة الدير كل الراهبات طلبوا بالإجماع إن إيريني هي تبقى رئيسة الدير عليهم، وده حصل في حضور البطريرك القديس موسوديوس المعترف رغم ممانعة إيريني نفسها لأنها كانت رافضة. وفي ذكرى الاحتفال بعيد القديس باسيليوس الكبير سمعت القديسة صوت بيقول لها استقبلي البحار اللي هيجيبلك فاكهة النهاردة وروحك هتمتلي فرحة. وفي اليوم التاني جه بحار من جزيرة بطمس وقال لها إن أنا شفت شيخ جميل جدا شكله سماوي، لقيته جاي ماشي على المية وراح اداني 3 تفاحات وطلب مني إن أنا اديهم للأم رئيسة الدير، وإن أنا أقول لها إن الثمار دي مرسلة من الفردوس من الله ومن خادمه يوحنا الرسول الحبيب. وكانت التفاحات دي كانت أجمل بكتير جدا من التفاحات الأرضية، كان شكلها جميل وريحتها وحجمها. فرحت القديسة بالثمار المقدسة وقسمت واحدة من التفاحات وقعدت تاكل أجزائها لمدة 40 يوم من غير ما تاكل خبز ولا تشرب مية، وكان بيخرج من فمها عطر طيب الرائحة جدا. وفي نهار خميس العهد قامت القديسة بتقسيم التفاحة التانية لقطع صغيرة كتيرة جدا ووزعتها على كل الراهبات بعد المناولة المقدسة، واحتفظت بالتفاحة التالتة وتناولتها قبل مماتها. وعاشت قديستنا 103 سنة، مجدت الرب فيهم بجمالها الباهر، وربنا اداها مواهب كتيرة جدا، منها موهبة شفاء الأمراض المستعصية، وكمان طرد الشياطين، والحكمة الإلهية لتدبير النفوس، ونجدة المظلومين، وكمان الإنجاب للناس اللي ما عندهاش قدرة على الإنجاب. وفي الوقت ده وصل عدد الستات اللي جابوا أطفال بسبب صلوات القديسة إيريني ل40 امرأة في لبنان، وكانت بتدي كل واحدة منهم قطعة صغيرة من التفاحة المباركة من ديرها في اليونان. وأصبح دير القديسة إيريني مكان مقدس جدا
بيجيله الناس من كل مكان عشان يتباركوا من الثمار المقدسة اللي موجودة في الدير، وبيطلبوا شفاعة القديسة إيريني، وعيدها يوم 28 يوليو. بركة صلوات وشفاعة القديسة إيريني تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة إيريني ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع سيرة قديس جديد.